فيما يتعلق بالجوائز المالية، اشرح لنا يعني ما هو المتوقع وفي تغييرات معينة، خبرنا لو تكرمت. تمام. احنا بالنسبة للجوائز المالية في البطولة الحالية تم إعلان الميزانية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استثماراته في هذه البطولة. الإجمالي الاستثمارات تقترب من 3.9 مليار دولار، منها حوالي 896 مليون دولار مخصصة للجوائز المالية للبطولة. الرقم ده صعد النسخة اللي فاتت في قطر 2022 كان 440 مليون دولار. الرقم 440 مليون دولار كان في جزء منه عن المشاركة في البطولة. طبعا عدد الفرق زاد بنسبة 16 فريق، كان 32، فاحنا دلوقتي بنتكلم في 48، وبالتالي هناك نسب هيتم إعادة التوزيع على ال 896 مليون دولار بشكل انه كل فريق هيشارك في البطولة يحصل على مقابل مالي. في النسخة اللي فاتت كان التأهل لكأس العالم بيدي أي منتخب مشارك حوالي 9 مليون دولار بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار للإعداد للبطولة، يعني 10.5 مليون دولار كانوا مضمونين لأي فريق يشارك في البطولة. أعتقد أن الرقم ده ربما يزيد بعض الشيء، وبالتالي الجوائز كانت في العام الماضي تتوزع بالأدوار الأخرى حتى تصل في النهائي البطل اللي توج باللقب حصل على 42 مليون دولار. وأيضا أعتقد أن النسخة دي ستشهد زيادة على مستوى التوزيع المالي للجوائز المالية.